السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ عملت معاكم وصفات للجبنة كتير على القناة، فيها فيديوهات وصلت لل3 مليون مشاهدة طبعا بفضل ربنا ثم فضلكم. النهاردة بقى جاية لكم بوصفة جبنة بجد اختراع. جبنة لو عملتوها مرة هتحداكي لو بطلت تعمليها، هتعمليها كل ما تخلص هتعمليها تاني من كتر ما هي سهلة، وكمان موفرة جدا وطعمها بقى يفوق طعم أي جبنة بجد بدون أي مبالغة. أنا مرضتش أنزل الفيديو غير لما أجربها وأدوقها طبعا، وكمان أخد رأي كل اللي حواليا فيها. بجد جبنة كريمية، وبصوا بقى الجمال والمسام بتاعتها. والأحلى من كده بقى إن كيلو اللبن هيطلع لك أكتر من كيلو جبنة. جبنة بخيرها وبجد طعمها تحفة جدا. تقدري كمان تقسميها كده لمثلثات للولاد تحطها لهم في السندوتشات، وكمان تدخليها في أي حشوات محتاجة جبن. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناة، لأن فعلا الوصفة بتاعت النهاردة تستاهل التشجيع. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنشتغل النهاردة المقادير بالكوباية، عشان لو حابة تجربي في كوباية أو في كوبايتين يبقى الموضوع سهل عليكي. فحلة حلوة كده هننزل ب4 كوبايات من اللبن أو الحليب طبعا، ما يكونش مغلي. تجيبيه من عند اللبان تستخدميه على طول. تعالوا بقى نضيف لل4 كوبايات لبن 4 معالق كبار هرميين من النشا. ما تستغربوش الوصفة، جربوا وبجد هتدعولي. 4 معالق كبار هرميين من النشا لكل كوباية. هنضيف معلقة كبيرة هرمية من النشا، وهنضيف كمان نص معلقة كبيرة من الملح. وهنقلب بقى النشا كويس قوي مع الحليب. اهم حاجة بقى ان اللبن تجيبيه من مكان موثوق منه علشان يكون كامل الدسم. اللبن اللي انا مستخدماه لبن جاموسي. تمام كده. هنبدأ بقى ننزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض، وهنرجع برضو نقلب كده اللبن مع بقية المكونات كويس. عايزة بس هنا أعرفك إزاي تقيسي دسامة اللبن. لما تنزلي المعلقة في اللبن وتخرجيها بتلاقي اللبن لسه معلم عليها. تمام. وزي ما شفتوا كده وأنا بعاير بالكوباية، بعد ما بفضي اللبن من الكوباية بتكون الكوباية لسه كده متغلفة مكان اللبن. تمام كده. قلبنا بقى كل المكونات كده مع بعضها ورفعناهم على النار. النار تكون نار يعني أقل من المتوسطة بشوية، ونفضل بقى نقلب بالمضرب اليدوي، ما نرفعش ايدينا أبدا. طبعا لسه باقي معانا مكون أساسي هنضيفه للجبنة، فما تستعجلوش وتخرجوا من الفيديو. كملوا معايا الفيديو للنهاية وصدقوني هتستفادوا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت تعملوا لايك وشير كتير للفيديو. طبعا أنا مش راضية أوقف التصوير علشان أجيب لكم كل المراحل. بصوا بقى، تبدأ بقى دلوقتي الحليب يبدأ يتخثر ويتقل. طبعا بتحسي بالتقل في التقليب. كل ما حسيتي كده ان الحليب بدأ يتقل معاكي يبقى كده داخل في مرحلة التسوية. هنا كنت بدوق بقى الملح، بشوف محتاج ملح تاني ولا لأ. انا بالنسبة لي نص معلقة كبيرة من الملح على 4 كوبايات حليب كانت مناسبة قوي. كمان المكون اللي لسه هنضيفه هيعللنا الملح شوية في الجبنة. نسيت اقول لكم ان الكوبايه اللي انا مستخدماها عيارها 250 جرام. تمام كده، يعني ال4 كوبايات بمعدل كيلو من الحليب. تعالوا هنا بقى بعد الخليط بتاعنا ما بدأ يعمل فقاعات كده وتقل ودخل في التسوية، نزلت ب100 جرام من الجبنة الرومي القديمة. الجبنة الرومي هنا هتعللنا التست بتاع الجبنة، هتخلي طعمها ياخدك كده لحتة تانية خالص، تحسيها ان هي جبنة بيضة بطعم الجبنة الرومي. طبعا انا ضفت 100 جرام، ممكن تضيفي 50 جرام، بس ال100 جرام من الجبنة الرومي ب20 جنيه او يعني ب21 جنيه تقريبا، مش اكتر من كده. ممكن بقى تكسريها كده بايديكي، تفرفتيها يعني، وممكن تنزليها في الكبة وتضربيها كده ضربتين علشان تنعم وتتبشر زي ما شفتيها، وتبدأ بقى تسيح في الجبنة البيضة بتاعتنا. طبعا الحبيبات السوداء دي فلفل اسود حصى. تمام. هنا بقى سبتها بعد ما بدأت تعمل فقاعات كده وتقلت، بعد ما نزلت عليها الجبنة الرومي المبشورة هسيبها كمان يعني نص دقيقة، يعني من نص دقيقة لدقيقة كاملة. تمام كده علشان خاطر تستوي كويس قوي. بس كده هبدأ أطفي بقى عليها النار، وكده بتكون خلصت معانا مرحلة التسوية بتاعة الجبنة. الجبنة الرومي بدأت تسيح وتختلط كده فيها، وبجد ريحتها كده ظهرت وبقت تحفة.
ممكن كمان تزودي كام حباية من الفلفل الأسود لو حابة طعم الفلفل الأسود مع الجبنة. طبعا الكام حباية اللي موجودين دول اللي كانوا موجودين في الجبنة الرومي. تعالوا هنا بقى بعد ما رفعناها من على النار، أنا هنزلها في القالب السيليكون. ممكن بقى تصبيها في أي علبة موجودة عندك أو حتى طاجن فخار، أي حاجة موجودة عندك هتصبيها فيها. هنا بقى القلب السيليكون طبعا مش بيلزق في حاجة، بس انا غلفته برضو بنقطة كده من الزيت علشان التجزيعات اللي موجودة في قعر القارب ده يعني الجبنة ما تلزقش فيه. تعالوا بقى لما نصبها بصوا بس كده القوام قد ايه ناعم وكريمي جدا. طبعا علشان كنا بنقلب باستمرار ما رفعناش ايدينا ابدا طول ما هي على النار. بصوا كمان، مع العلم ان الحلة استانلس، وطبعا الاستانلس قابل للحرق كده في اي لحظة. بصوا قعر الحلة ما شاء الله ما فيهوش اي حاجة لازقة. نزلت كده بالاسباتيولا كل الكمية اللي موجودة، وهنبدأ بقى نخبطها كده كم خبطة حلوين على الرخامة علشان نخرج منها اي فراغات. هنسيبها بقى على رخامة المطبخ مش اقل من ساعتين او 3 ساعات لحد ما تبرد تماما. بعد ما تبرد خالص واتأكد ان هي بردت، هبدأ اغطيها كده بكيس بلاستيك من اكياس التلاجة وهدخلها على رف التلاجة لمدة ليلة كاملة. اوعي تغطيها وهي سخنة علشان ما تحبسيش البخار فيها. لازم ما تتغطاش بالكيس البلاستيك غير بعد ما تبرد خالص. بغطيها وبدخلها على رف التلاجة لمدة ليلة. انا كنت عاملاها بالليل، سبتها لما بردت خالص ودخلتها على رف التلاجة وخرجتها تاني يوم الصبح، كانت معايا بالشكل القمر ده. قد ايه متماسكة وكمان ملمسها ناعم جدا. واللي اكتر من كده بقى ان كيلو الحليب طلع لنا في حدود كيلو و100 جرام من الجبنة. متخيلين كيلو حليب طلع لنا كيلو و100 جرام من الجبنة؟ يعني عايزة اقول لكم ان كيلو الجبنة البيضة وصل سعره 150 جنيه. طبعا كيلو الجبنة الرومي عدى وصل ل220 جنيه. تعالوا بقى لما نحسب قالب الجبنة ده كلفنا قد ايه. انا جبت كيلو حليب جاموسي ب25 جنيه. ممكن في المكان اللي انت فيه تجيبيه ب30 جنيه، يعني من 25 جنيه ل30 جنيه، مش بيزيد عن كده. ضفنا له كمان 100 جرام من الجبنة الرومي ب20 جنيه، يبقى كده 45 جنيه. وضفنا 4 معالق كبار من النشا في حدود 5 جنيه، يبقى كده 50 جنيه. عملنا اكتر من كيلو جبنة. جبنة بصوا تحفة، بجد تحفة جدا. شايفين قد ايه طرية وملمسها ناعم، القوام بتاعها حلو جدا، كمان ناعمة ما شاء الله. تقدري تفرديها على توست، تقدري تفرديها كمان في العيش الفينو للولاد للمدرسة، تقدري كمان تدخليها في معجنات في أي وصفة محتاجة لحشوة الجبن. بجد تحفة جدا. تعالوا بقى ندوق كده وأقول لكم قد إيه طعمها وهمي، طعمها بجد حلو جدا. في الوقت ده ما كانش متوفر عندي غير العيش البلدي ده بتاع الفرن، بس حبيت اوريكم قد ايه بتتفرد كده وبتكون ناعمة وسلسة جدا. جربوها بقى بالطريقة دي وبالمقادير دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. بجد مستنية تعليقاتكم، متأكدة ان انتوا لما تجربوها مرة مش هتبطلوا تعملوها ابدا. ولو ولادك بقى بيحبوا الجبنة المثلثات، ممكن تقسميها بالشكل ده وتقدمها لهم على انها جبنة مثلثات. بجد هيعجبهم طعمها جدا. الجبنة طبعا مش منضاف لها اي اضافات ولا حتى مواد حافظة. مدة الحفظ بتاعتها في التلاجة هتقعد معاكي من اسبوع ل10 ايام. هتحفظيها ازاي؟ هتحطيها في علبة بغطا محكم وهتخليها كده على رف التلاجة وتاخدي منها كل يوم الكمية اللي انت عايزاها. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. هسيب لكم قائمة تشغيل كاملة في صندوق الوصف لكل وصفات الجبن اللي عملناها على القناة. كمان هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بقوا شوفوها. جربوا بقى الجبنة بالطريقة دي وبالمقادير البسيطة دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. وما تنسوش كمان تعملوا لايك وشير كتير للفيديو واشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.